صباح الخير يا عالم. صباح الخير عليك يا مراتي يا حبيبتي. أنا بقيت زوجة مطيعة ومحترمة وأم مثالية عشان أعجبك يا حبيبي، وبطلت كل الأساليب الوحشة اللي مش عاجباك فيا. حاجة جميلة خالص. كويس يا حبيبتي اللي انت حاولت تغيري من نفسك. صحيح يا ماما، بقيت ماما كويسة، أم مثالية وتعرفي تربينا كويس وبلاش تضربينا وتهزقينا وتقوليلنا كلام وحش يا ماما يزعلنا. طبعا يا ابني يا حبيبي، وانا ليا حد غيركم؟ انا بحاول اغير من نفسي عشان اعجبكم يا حبايبي. صح يا ماما، بقيت ام كويسة ومثالية ونفتح قلبنا ليكي من غير خوف وقلق كده واحنا مطمنين، واقول كل اللي نفسي يا ماما ليكي وكل اللي انا بفكر فيه وبحلم بيه. صحيح يا بنتي يا حبيبتي، وبعدين تفتحي لي قلبك انت واخوكي من غير خوف ومن غير قلق. اما مش هتحكي لي انا يا حبيبتي تفتحي قلبك ليا، تفتحي قلبك لمين؟ وبعدين يا حبيبتي انا مامتك واختك وصاحبتك وكل حاجه ليكي في الدنيا. انا لو قلت لك دلوقتي يا ماما انا عايزه اروح لصاحبتي، مش هتزعقيني ولا هتضربيني ولا تهزقيني زي كل مره؟ بعدين يا بنتي الجزمه يا جزمه، مش لسه قايله لك يا بنت انا مش مامتك، انا اختك وصاحبتك وكل حاجه ليكي في الدنيا، وتحكي لي وتفتحي لي قلبك. لازمتها ايه صاحبتك يا بنت تروحي لها؟ كده يا ماما يا حبيبتي ان انت غيرتي من نفسك فعلا. ايوه يا ابني يا حبيبي اهو، ما انا بكلمكم باسلوب حلو اهو وطريقه كويسه تعجبكم. عايزين ايه تاني مني يا حبايبي؟ بس سمعنا حاجه غير كده يا ماما يا بنتي، جزمه يا جزمه وحاجات غريبه كده، ولا احنا بيتهيأ لنا يعني يا ماما، ولا ايه شايفه الموضوع؟ ما مامتكم بتكلم كويس يا حبايبي وغيرت من نفسها عشان خاطركم وعشان خاطري. وبعدين يا حبايبي المفروض تتبسطوا كده وترفعوا من معنوياتها عشان تحاول تغير من نفسها تاني. وبعدين يا حبيبي ما هو غيرت من نفسي، اعمل ايه اكتر من كده؟ انت وعيالك انت مش عاجبكم خالص حاجه؟ حلو بس يا ماما، حلو شغال برضه، حلو شغال تمام، احسن من الاساليب اللي كنت بتكلمينا بيها وخلاص. جرى ايه يا حبيبي؟ جرى ايه يا بابا؟ ايه هو اللي شغال؟ ده لاقي مامتك يا حبيبي شغالة عربية فول وطعمية وبتزق العربية قدامها تحت الفول والطعمية. ما تخلينيش يا ولا اتعصب عليك ولا على الشبشب اللي في رجلي واقطعه على دماغك. بتقولي ايه يا ماما يا حبيبتي؟ ما اقصدش يا ماما والله، انا بضحك معاكي. وبعدين هو في احلى من الفول والطعمية يا ماما؟ يا ريت اقعد على عربية فول وطعمية، ده الزبائن عليا كده يا ماما في السندوتشات والفول والطعمية. ده انت ما تعرفيش يا ماما، دي الأكلة الوحيدة اللي بيحبها شعب مصر كلها. وبابا يا اخويا واخد بعضه ورايح فين؟ من غير اهم حتى ولا بيكلمنا ولا يعبرنا. ده الراجل ما صدق اللي احنا ملهيين مع بعض في الكلام وبنتكلم، والسهرية خدتنا خالص. اوعى ولا بلا عربية فول بلا طعمية لما اشوف ابوك حكايته ايه معايا. جرى يا راجل؟ هو انت ماشي تتسحب ليه كده زي الحرامية؟ فاكرني يا اخويا مش واخدة بالي ولا مش واخدة بالي يعني، ولا ملهية مع العيال الكلام؟ يا راجل ده حتى يوم الجمعة تقعدي معانا، عايز تنزل برضه وتخرج بدل ما يا اخويا تقول لنا البسي يا مراتي يا حبيبتي انت والعيال وتعالى نخرج شوية نشم شتاوة، بدل ما احنا قاعدين مكتومين في الشقة كده. يا راجل حرام عليك، حس بيا شوية. لا يا حبيبتي انت فاكره الموضوع غلط. وبعدين انزل ازاي يعني من غير ما استاذنك يا حبيبتي؟ انا كنت داخل المطبخ اشرب ميه بس. طب على الاقل يا حبيبي قول لي طيب، وانا اجيب لك كوبايه الماء من المطبخ بدل ما تتعب نفسك. هو فيها اعز منك ولا اغلى منك يعني اجيب لي كوبايه الماء لحد عنده؟ انا ما بحبش اتعبك يا حبيبتي واقول لك كده. انا قلت اقوم انا بدالك اجيب كوبايه الميه عشان انت طول اليوم تعبانه يا حبيبتي مع العيال وفي الشقه كمان. طيب يا حبيبي انا داخله اجيب لك كوبايه الماء من المطبخ وجايه لك حالا، مش هتاخر عليك. لا يا حبيبتي استني، ما تروحيش المطبخ تتعبي نفسك. خلاص انا مش عطشان، انا شفتك كان انت شربتي يا حبيبتي. كان يوم ما هبب ومنيل ب60 نيله يا شيخه يوم ما خدتك. هو الواحد ما يعرفش يخرج بيه في البيت ده خالص من غير ما اي حد يعرف بيه ولا يحس بيه. ده انا مش عارف اخرج منك خالص يا شيخه من ساعه ما خدتك، على طول قفشاني كده. بتقول حاجه يا حبيبي؟ لا طبعا يا حبيبتي ما بقولش، بقول كل خير. بقول ان انا معايا ست تتحط على الجرح يطيب على طول.
دي ست ولا كل الستات بتفهمني كده بالنظرة على طول. فكرتك يا حبيبي تقول حاجة غير كده. وانا اقدر اقول اكتر من كده يا حبيبتي؟ ده انت نور عينيا اللي بشوف بيها يا روحي. سامعين باباكم يا ولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي كلام حلو. ما تكسفنيش بقى يا ابو العيال قدامهم العيال قاعدين بقى. خلي الكلام ده على جنب بيني وبينك. وبعدين يا حبيبتي انا بقول لك كلام حلو وجميل عشان عيالنا يتعلموا مننا، على الاقل ابننا لما يتجوز يعرف يفتح بيت ويتعامل مع الست بتاعته. انا يا بابا هتجوزني مين يا بابا ان شاء الله؟ وبعدين يا حبيبي انت لسه صغير على الكلام ده، فاضل لك سنتين ثلاثه وجوزك البنت اللي بتحبها يا حبيبي. انت شاور بس كده وانا اجوزك على طول. والله يا حاج ضحكتني انت وعيالك.